فرحب به خالد وتسامر وتحاور في شعرهم حتى جن الليل وأظلم الليل، غفت عين خالد ونام. تخيلوا معي المشهد الآن، المعسكر هدوء والجيش كله نائم، فلما سمع عبد الله بن أنيس غطيث ذلك الكافر في نومه أخرج السيف من غمده واجتز رأسه رضي الله عنه وأرضاه، وأنهى مهمته ذلك الأسد، وانطلق خفية دون أعين الجيش، وسار 10 أيام دون أن يقطع طريقه، فجاع رضي الله عنه وعطش عطشا شديدا لا يعلمه إلا الله، حتى قال الصحابة أنه اسود وجهه رضي الله عنه وأرضاه من شدة التعب والجوع. الآن عبد الله بن أنيس دخل المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام في جمع مبارك مع الصحابة، فلما رآه الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام قال تهلل وجهه وقال قد أفلح وجهك يا ابن أنيس، فنظر للنبي وقال ووجهك يا رسول الله، ووجهك يا رسول الله. الآن عبد الله بن أنيس يقول الوعد يا رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام